السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة كلنا دلوقتي حاليا منتظرين رد على العقودات بتاعة 2023 لشهر ديسمبر. طبعا الكل قلقان والكل خايف من الردود اللي هتحصل إن كنت دخلت في الكوتا أو خارج الكوتا. تمام، فان شاء الله باذن الله يا جماعه ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، وكلنا متفائلين خير. وفي ناس بعض الناس رد عليها يعني مناطق قليله جدا، يعني بيقول لك يعني لك ان تتخيل ان هو ممكن 10 12 واحد اكتر من كده بيقولوا لا. يعني ده اللي سمعناه، ده الاعداد اللي سمعناها، وده كان كلام البرفاتورة، لان احنا على اتصال بها دايما. انا دايما يوم بعد يوم بتصل بيها علشان الناس اللي انا مقدم لها برضه نشوف هنعمل ايه معاهم، لان بتوع شهر مارس الحمد لله امورهم تمام، وناس الحمد لله استلمت منهم. انا والله يا جماعه لا بعمل لا دعايه ولا اي حاجه ولا اي شيء، اقسم بالله انا مش عايز اقدم لحد خالص، لان انا كده انا معايا ناس كتير يعني بفضل الله. والله لا دعايه ولا بغرض اي شيء، ولا بغرض اي حاجه، الا كل خير علشان الناس بس اللي كل شويه بتدخل وبتسالني وبتكلمني وبتقول لي ايه اللي هيحصل، ردوا ما ردوش الكلام ده. والله انا لسه مترد عليها في اي حاجه خالص، وهم ان شاء الله يعني الوقت قرب، يعني لان احنا المفروض عدى علينا شهرين الا حاجات بسيطه. يعني المفروض ان هو من شهر لشهر لشهرين، واحنا قربنا على الشهرين. فالمفروض والمتوقع ممكن يجي النهارده رسائل لاصحاب العمل النهارده بالليل، زي قانون مارس، لان قانون مارس كان مردود علينا يوم الحد بالظبط واحنا قاعدين. كان اللي هو صباح تاني يوم، اول مايو، صباح تاني يوم اول مايو. تمام، فاجئونا يوم الحد كنا حوالي الساعة 8 جالنا الردود كلنا على الايميلات بتاعة الشغل. فمتوقع النهارده، ممكن النهارده بالليل، بكره، بعده، الايام الجايه ان شاء الله باذن الله. كلنا والله منتظرين يعني باذن الله الردود، بس ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. طبعا اكيد في ناس كتير سمعت عن موضوع ممكن القانون بتاع شهر 2 يتأجل، وانا برضو شايف بنسبة كبيرة ان هو هيتأجل، علشان طبعا الضغط على الناس، على البريفتورا والحكومة والشغل والكلام ده والكستورة. الضغط عليهم كتير يا جماعة والله، وعلينا احنا كمان كأصحاب عمل، وعلى الكاف والباترونات والناس اللي بتساعد الأجانب في مالية طلبات وكده. فعلى الكل والله يا جماعة، على الكل، لأنه والله بص ضغط من كله. احنا بنعمل أوراق للناس، وده بيعمل أوراق للناس، وده بيعمل أوراق للناس. يعني الموضوع صعب، بتلاقينا كل شوية جري على الطريق، لأن مش أخدين نفسنا، لأن الطلب بيقعد مدة على بال ما يتعمل ويتملى على الموقع. فاحنا طبعا إن كون الواحد مقدم مثلا لكذا واحد، مثلا ش- 5 6 7 8 10 20، فطبعا مش هينفع تخلي مكتب واحد يحط لك الطلبات على الموقع، بتروح لكذا حد علشان تلحق تخلص، لان الكوميرشاليستا بتاعتك بيبقى عندها اعداد كتير، فبتاخد منك عدد معين. مكاتب تانية بتروح لها بتقول لك لا والله احنا مش قادرين ناخد طلبات، لان احنا كده استكفينا خلاص. فبتلاقيك دايما بتروح وتيجي هنا او هنا علشان خاطر يعني ايه ربنا يكرمك، تحاول تراضي الناس كلها، وتحاول تقدم للناس كلها، لان ناس كتير بتبقى متعشمه فينا خير ان احنا نقدم لها ونقف جنبها. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ونقدم لناس، ونكون عند حسن ظن الناس باذن الله، ان احنا نخلص لهم الاوراق للنهايه، مش نعمل زي ناس تانية ربنا يهديهم، اللي هو يوعدك ويعشمك ان هيقدم لك وهيجيبك وهيخلص لك، وفي الاخر ما يقابلوش حد، ولا يروحوا ولا يجوا مع حد، ولا يخلصوا الاوراق للاخر. وده طبعا في حد ذاته ماهوش كويس خالص يعني، ده في حد ذاته ماهوش كويس خالص. تمام، فان شاء الله باذن الله الناس برضو اللي عايزه تقدم او تعمل حاجه او تعمل اي ورق ولا حاجه،
دايما تاخد بالها، مش اي حد تقدم معاه، ومش اي حد تخليهم يعمل لك اوراق او يعمل لك العقد، لان يا جماعه الموضوع صعب جدا جدا جدا، ما هوش سهل يعني. الموضوع صعب 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 يا جماعه. تمام. وان شاء الله باذن الله لو في اي جديد او في اي حاجه ظهرت باذن الله، انا برضه هتابع معاكم واطلع اقول لكم واعرفكم بكل جديد ان شاء الله يا جماعه. باذن الله ان شاء الله باذن الله يعني انتظروا الاسبوع الجاي يكون في خير للناس كلها ان شاء الله. ومحدش يفقد الامل، يعني محدش يفقد الامل ولا يقول بقى خلاص بقى احنا ما عادش هيترد علينا وما عادش هيحصل وما عادش. لا ان شاء الله يا جماعه خير باذن الله، وهيترد على الناس ان شاء الله. ان شاء الله هيترد على الناس كتير. في حاله بقى انت ممكن تفقد الامل انك مش هيترد عليك، او تقول بقى خلاص. لما تلاقي بقى اعداد كتير بقى، لما تلاقي مثلا البريفتورات كلها ردت على الكل، ويعني مثلا كل بريفتورة ردت على 1000 2000 3000 4000 5000 واحد، وانت تلاقيك في الاخر ما تردش عليك في حاجه خالص، ممكن تفقد الامل. غير كده ما حدش يسمع لحد، ولا حد يركز مع حد خالص في الموضوع ده، لان هي طبعا هي ارزاق قبل كل شيء، هي ارزاق، واللي ليه نصيب في حاجه واللي ليه خير في شيء هياخده، والله هياخده يا جماعه. وان شاء الله باذن الله البلد يا جماعه هتفتح قانون تاني ان شاء الله في 2025. يعني اللي ما يلحقش في 2023 يلحق 24، اللي ما يلحقش في 24 هيلحق ان شاء الله في 25. واكيد برضو بعد 25 في قوانين تانية جديدة، يعني سناتوريا تانية هتفتح، لان الوقت بفضل الله يعني احسن من زمان، يعني احسن بكتير. الاول كان كل مثلا 4 سنين ولا حاجة على بال ما يفتحوا اي سناتوريا ولا حاجة، انما الوقت يعني الحمد لله فتحوا في مارس 2023 وفتحوا في 12 2023، يعني في سنة واحدة فتحوا مرتين. وبعدها على طول يعني بعد 12 في 2 اللي هو ده قال لك هيفتحوا في 2، فالله اعلم بقى، لسه ما نعرفش ان كان هيحصل تأجيل ولا هيفتحوا عادي. لسه يا جماعة والله ما نعرفش اي حاجة خالص، ولسه محدش متأكد من اي حاجة، لان مفيش خبر رسمي، احنا بنتكلم مع البرفاتورة. والله العظيم انا بتصل بهم دايما، والله دايما بتصل بهم وبكلمهم. الوقت الناس هتعمل ايه، الوقت هنستلم امتى، الوقت اللي لسه فاضل قد ايه على الرد. تمام. يقول لك احنا ما عندناش اي حاجه نقولها لك. والله العظيم يا جماعه يعني بالحرف كده يقولوا لنا ما عندناش اي حاجه نقولها لكم. هنقول لكم ايه؟ ما نعرفش اخبار، ما نعرفش اي حاجه، لان طبعا الحاجات دي اللي بتحددها الحكومه. لحد الدكتوره نفسها اللي في البريفتوره، اللي هي الكل في الكل اللي ماشيه كل حاجه هناك، بتقول لك والله احنا ما نعرف اي حاجه، احنا بنبقى قاعدين لحد ما يجي لنا الميعاد، اننا هيبقى في نفس الميعاد ولا هنأخر ولا يعني مش عارفين اي حاجه لسه، ما حدش عارف حاجه، يعني ما تخليش حد يوهمك، ولا حد يضللك، ولا حد يقول لك مثلا لا خلاص بقى وما تجهزش ورق. لا، جهزوا ورقك يا جماعه، جهزوا ورقك عادي. تمام. لان في اي لحظه ممكن يقول لك حط ورقك على السيستم، لان السيستم ما فتحش، السيستم لسه بتاع تقديم 2024 ما فتحش يا جماعه. اللي يقول لكم فتح والكلام ده وهات نقدم لك وهات نعمل لك وهات نحط لك ورق في 2024، ما فيش يا جماعه حاجه فتحت خالص لسه في 2024. لسه يا جماعه، لسه البوابه علشان نحط فيها الاوراق لسه ما فتحتش، انما احنا مجهزين الاوراق وعاملين كل حاجه للناس علشان ما نتاخرش عليهم، وعلشان الناس اللي زي ما قلت في الاول اللي عشمانه فينا خير وعايزه تقدم معانا ان شاء الله، زي الناس اللي قدمنا لها في شهر مارس وسلمناها بفضل الله. خد بالك يعني الحمد لله كلهم استلموا بسنتين، الا واحد بس كان استلم بسنه، لان كنت اعطيه العقد، كنت عامل لهم عقد مفتوح كلهم، واعطيه العقد وراح ما سلموش في الكستوره، هو بيبصم. تمام. خدوا بالكم برضو من نقطه زي دي، لو انت معاك عقد العمل وانت رايح تبصم، اكيد لازم تعطيه
للكستوره، تمام، وسيبك من الموظف اللي قاعد، لان في موظف ممكن يطلب منك ورق وفي موظف ما يطلبش منك خالص. يعني انا والله العظيم انا ناس اتطلب منها بوسطه، يعني انا كنت محضر لكل واحد البوسطه بتاعته والعقودات بتاعته وكل شيء، محضر له في ملف، محضرها له في ملف. في واحد زي ما راح زي ما رجع. ايه يا ابني في ايه؟ انت ما سلمتش العقد؟ ما قالوا ليش، ما عملوليش. لا يا ابني، لازم تسلم الورق ده، ولازم تسيب الحاجات دي هناك علشان خاطر هيرجعوا بعد كده يطلبوها منك تاني. قال لي لا ما طلبوش. فروحنا والبرفكتوره يا جماعه كذا كذا كذا، قال لك الورق تمام والملف اهو، المفروض ان هو مقفول. طب الناس دي ما طلب منها والناس دي ما طلبش منها. قال لك لا خلاص، عشان الضغط اللي عليهم، عشان الضغط اللي عليهم. بس الحمد لله يعني اللي استلم بسنه الحمد لله بفضل الله، يعني ان هو استلم، والحمد لله ان هو عنده ان شاء الله الامكانيه ان هو يقدم ان شاء الله على التجديد، يجدد ان شاء الله الايام الجايه بعد ما ينتهي ان شاء الله. وانا الناس اللي بيبقوا معايا وكده انا برضه بساعدهم وبقف جنبهم، ما بسيبش حد يعني. حتى ورقه البيت والكلام ده لازم تجهزوها برضه من الوقت، لان انا وانا بكلمكم والله انا بفتكر حاجات علشان اقول لكم عليها تعملوها بدري، علشان ما تجيش وقتها تقعد تلف حوالين نفسك. اللي هي الدونيتيلو جاتيفا، دونيتيلو جاتيفا اللي هي ورقه بتيجي من الحي، بتقول بيعملها مهندس اللي هو اسمه واحد اسمه اللي هو الجيومترا، تمام. الجيومترا بيعملها الورقه، بتقعد مثلا من اسبوعين ل3، احنا بنجيبها في اسبوع لان في ناس يعني بتمشي الدنيا. هو على حسب يعني ايه، على حسب معارفك، يعني حسب معارفك في المكان والناس تمشي نفسها. حتى لو هتدفع في سبيل انك تخلصها بسرعه مفيش مشكله، ادفع وخلص، ادفع وخلص يا جماعه. لان الايام دي السناتوريا اللي فاتحه او القوانين اللي فاتحه بتاعت الدعاوي، تمام، ما بتفتحش يا جماعه على طول. فربنا ييسر الحال وييسر للجميع كده ويستلموا ان شاء الله. والسلام عليكم، الله المستعان.